ركز معي، ناني عمره ما تخيل انه راح يصير مجرد خليفة لأعظم مراوغة لميسي. نزل من الاحتياط وركض على السريع باتجاه ميسي. مهمته انه لازم يوقف ميسي وينقذ مانشستر يونايتد. تسديدة ميسي بالشوط الثاني من بعيد قلبت الموازين لصالح برشلونة، فإذا وقفوا ميسي ممكن مانشستر يونايتد يقلب النتيجة. فشو صار لما ميسي راوغ على الطرف؟ ناني طلع قدامه وعيونه مركزة على حركة ميسي، وميسي حس بخطر وكان واقف مكانه بيتهيأ ليواجه ناني بجدية، وبلحظة رفع رجله اليسار، والخدعة هون كأنه راح يراوغ. بس ناني ما انخدع، ولما شاف هيك ميسي بالغ بحركة جسمه، خفف مركز ثقل جسمه وسحب الكرة برجله اليسار، وفعلا قدر يغير توازن ناني. وبثواني خدعة ميسي شتتت ناني على الكامل، ولما ناني حاول يمد رجله عشان يقطع الكرة، ميسي كان فاتح مساحة كافية وانطلق باتجاه المرمى، وناني حاول يلحقه ويضرب الكرة من بعيد، بس ميسي تفاداه بسهولة مرة ثانية. ميسي صار محاصر من 3 مدافعين زي الحائط، فمرر الكرة باللحظة الأخيرة. الكل كان مركز مع ميسي وتركيب فيها مساحة مفتوحة في الوسط لتسديدة واضحة. استلم الكرة وسدد من بعيد بام بالشباك. ديفيد فيا صوب تسديدة قوية من بعيد وختم الفوز. المدرجات صارت صاخبة وحتى ميسي رفع قبضة ايده وهو فرحان. اجا بوسكيتس وحضنه لانه عارف من غير ميسي ما كان الهدف حقيقة.